كلاسيكو السوبر الاسباني واللي انتهى فوز برشلونة ب5 اهداف مقابل هدفين. حتى نحل المباراة راح نمشي على اهداف. بعد ما نحل اهداف راح تكون عندك طبعا الصورة واضحة وتعرف شو المشاكل اللي صارت بالمباراة هاي. على كل راح نبلش بالهدف الاول. هدف الاول للريال من خلال امبابي عن طريق تحول. طبعا الريال دافع ل4-5-1. الريال بشكل عام كانت استراتيجيته وتكتيكه كالتالي: كان يسحب برشلونة لما لاطوا ويعتمد على الكرات الطويلة. اللي كان هون في التكتيك بانه 3 من الريال كانوا في الهجوم: فينيوس، امبابي مع فيني ومع رودريجو. فيني مع امبابي زي احنا متعودين بيكون قريبين من بعض على الشمال، رودريجو على اليمين. ليش؟ رودريجو حتى يسحب ظهير اللي معه ما يعمل تغطية عكسية، لانه لما يكون فيني وامبابي بدهم يركضوا باتجاه المرمى الظهير المقابل راح يكون قريب عليهم، بس لما يكون رودريجو ماسكه بعيد عنه عامل مساحة فراح يكون الوقت اطول حتى يصلهم، بالتالي فرصة تسجيل هدف او انفراد راح تكون اعلى. بنروح لبرشلونة. هدف التعادل كيف اجى؟ بروح للاعب اسمه جافي، لاعب رقم 6. كان مطلوب منه شغلتين من التحولات الهجومية. اول شيء بيلعب كمهاجم ثاني، اما يمسك مع رودريجو فبالتالي مش راح يخلي ليفا ما بين فكين كماشة ما بين رودريجو وما بين تشواميني. بالعدد 2 كان هو برضه بيقرب بروح على جهة كامافينجا، باخذ كامافينجا حتى يفتح مسار للتمرير، وهذا اللي شفناه بالهدف الاول. مسار التمرير انفتح لما جافي راح مع كامافينجا واجبره انه يتخلى عن العمق يفتح شوي، صار في مسار تمرير لليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اللي بالمباراة هاي لعب كمحطة، واضح دوره كمحطة. مرة لامين يامال فينش نهائي الهدف الاول، هدف التعادل. بعد هيك شو اللي صار؟ بعد هيك اللي صار الهدف الثاني اجى من ركله جزاء. لاعب صراحة صعب اني اتوقع انه يعمل ركله جزاء، يعني كافينجا طول عمري بشوفه لاعب هادي رايق ما بيزعل ما بيعصب. اي نعم هو غطاس بس هو ما بيزعل، شو ما صار معه ما بيزعل. انا استغربت يعني مبين تدخله بهدف الايذاء، مش عارف ليش عمل زي هيك بصراحة. المهم ليفاندوفسكي سجل الهدف الثاني من خلال ضربة جزاء. الهدف الثالث برضه حكاية. كوندي لما رافعها شو اللي صار؟ الامين يامال دخل العمق فبالتالي اخذ رودريجو معه، عفوا معه. ليفاندوفسكي قدم شوي فاخذ تشواميني بعده شوي عن قوس منطقة الجزاء، بالتالي لما ركض رافينيا لداخل منطقة الجزاء كان معه فاسكيز اللي هو كان متأخر. فبالتالي شوف كيف المهاجمين، كيف يامال دخل بالعمق وكيف ليفاندوفسكي نزل أكثر وسحبوا المدافعين، خلوا في مساحة لرافينيا أنه يدخل فيها ويسجل الهدف الثالث. الهدف الرابع من تحول. وطبعا بس يعني أنا بعتقد إنها يعني هم قاصدينها جماعة الريال بالضربة الركنية، بس ما كان التنفيذ مناسب. يعني هم دائما بيلعبوها من وراء، مش دائما يعني مرة يلعبوها من وراء الحكم. ليش؟ حتى يعمل obstruction، حتى اللعيبة يعني هو يعملهم obstruction، لكن اللي صار انه ما كانت قوية كثير فبالتالي وصلت اللاعبين برشلونة سجلوا الهدف الرابع. بروح للشوط الثاني. الشوط الثاني من بدايته صار في تبديل. كامافينجا طبعا تبدل، بعرفش راح يرجع معهم، جزء راح يخلوه اصلا السعودية مش راح يرجعوه. على كل كامافينجا تبدل، كان اداؤه سيء، يعني هو التغطية عنده كانت سيئة، والهدف يعني البلنتي اللي عمله واضح انه ده طلع من المود كامل. على كل الهدف الخامس ما تأخر، على طول تمريرة عكسية. بتشوف انه تمركز برشلونة كالتالي: ليفاندوفسكي مع جافي كانوا هذول اللاعبين بيلعبوا ك10، وبتلاقي الأجنحة هي المرتفعة في الأعلى، هي الأقرب. وهذا وضح بالهدف الخامس كيف وصلت الكرة لرافينيا. بعد هيك الريال أحرز الهدف الثاني من خلال ضربة ثابتة من وراء ايش اجت من وراء عرقلة من تشيزني للاعب امبابي. طبعا هي انت الكرة لو بتدقق عليها اللاعب مش راح للمرمى، بس اللي صار بانه لما الحكم راح للفار ورجع للفار شاف انه امبابي سريع، وامبابي في مسافة بينه وما بين المرمى، فبالتالي ممكن انه يصلح ركضته تتجه للمرمى، بالتالي اعطاه طرد لانه هيك منع فرصة محققة. بالنسبة لسرعة امبابي وبالنسبة لبعدها على المرمى، فبالتالي امبابي عنده قدرة انه يعمل ريكفري ويرجع للمسار الصحيح. طرد. بعد هيك سجل رودريجو الهدف الثاني. بعد هيك المباراة على ما هي عليه. انتهت المباراة بفوز برشلونة ب5 أهداف مقابل هدفين. مبارك لجماهير برشلونة، هارد لك جماهير ريال. لسه في مباريات، في منافسات، عندك الدوري، عندك دوري أبطال أوروبا، عندك الكأس الإسباني، لسه في منافسات بدك تلعب عليها. سعدت بلقياكم يا شباب، لا تنسوني من الدعم. استودعناكم في أمان الله.